السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. عبر العديد من المغاربة في المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم بعد الانتقال الدولي المغربي المهدي بن عطية لصفوف التحية القطرية في الوقت الذي لم توافق فيه الجماهير المغربية على ترك عميد الأسود الأطلس ليوفنتوس واختياره اللحاق بالتحيل قبل مشاركة المنتخب المغربي في نهائية كأس إفريقيا 2019 بمصر. يلتقي مساء اليوم نادي الاتحاد بضيفه نادي الشباب في واحدة من أقوى المباريات الدور 17 من المنافسات البطولة السعودية، وهي المواجهة التي ستجمع أصدقاء الأسود الأطلس في تحدي واحد، حيث سيتحدى مبارك بوصوفة لاعب الشباب زميليه ومواطنيه كريم الأحمدي ومروان داكوستا في مباراة مثيرة. هل هي تصفية حسابات في أم أن هناك سرا ما يقف خلف تغريدة واد العنيفة التي قال من خلالها أن حسين خرجة لا يرحم وقادر على أن يبيع أهله مقابل مصلحته؟ واد يقصد أن حسين خرجة هو مهندس انتقال بن عطية لقطر من خلال الصفقة المدوية التي كان أحد الذين توسطوا فيها على حد قوله. وكان خرجة قد تنقل بحسب صحف إيطالية متخصصة صوب تورينو سعيا خلف إيجاد عرض مناسب لبن عطية، وبدا واد غاضبا من اختيار بن عطية الذي رأى فيه أضرارا بمستقبله الرياضي ومعه مستقبل الأسود. يحلم ريال مدريد بالكثير من خلال العودة المرتقبة للظهير الشباب أشرف حكيمي، هذا ما أشارت إليه التقارير الإعلامية التي تتابع خطوات الدوري المغربية وتترصد في نفس الوقت آراء النادي الملكي بخصوص المسار الذي يقطع حكيمي في فريقه الحالي دورتموند. وكيف ينتظر القائمون على شؤون القلعة البيضاء عودة الشاب المغربي وهو مشبع حتى التخمة بخبرة والنضج والعطاء القوي.